والعذراء فازت برضو، فازت وفوزتنا، كسبت وكسبتنا، كسبت وكسبتنا. أسألكوا سؤال، لما ببقى أنت تجاوم واحد محامي ليك في قضية ويرجع يقول لك إيه أنا كسبت لك القضية النهاردة يا فلان، هو مين اللي كسب؟ المحامي كسب وأنت كسبت. المحامي كسب إن هو كسب القضية واسمه لعلع في المحكمة وفرحان إن هو جاب لك براءة أو جاب لك تعويض أو يعني أيا مكان الأمر، وانت كسبت ان انت يعني اترفعت عنك عقوبة او خدت براءة او خدت تعويض او خدت حقك. العذراء كسبت وكسبتنا، كسبت هذه المكانة وهذه الحظوة الكبرى، ان احشائها صارت مثل العرش الالهي، صارت عرشا الهيا جديدا. حقا ان الله له عرشه في السماء، ولكنه اتخذ من أحشاء ومن بطن العذراء عرشا جديدا. كسبت العذراء هذا اللقاء الحلو وهذه البشارة الحلوة، وكسبت كل البشرية من وراء العذراء. انتوا عارفين في الأمور العادية في الصفقات بتاعت البشر الواحد بيكسب لنفسه ما يقولش لحد، لكن العذراء لا، لما كسبت كسبتنا، كسبنا القضية وتم الخلاص بمخلصنا الصالح يسوع المسيح. هذا اللقاء الحلو ليس هو لقاء تاريخي وليس هو لقاء تأملي، ولكنه هو لقاء يومي. حينما تدخل في مخدعك وتسمع همس الملائكة لك، اليوم حصل خلاص لهذا البيت، هو نفسه يوم البشارة للملاك غبريال العذراء مريم، كلاهما خلاص. غبريال بشر العذراء بالخلاص، وبيبشرك انت برضه لما بتتوب، لما تقعد تقرا الانجيل، لما تقعد تصلي، لما بتخدم، لما بتتناول، يبشرك برضه بالخلاص. مبروك علينا البشارة الحلوة اللي هي لكل واحد من أولاد ربنا. مبروك علينا العذراء الحلوة، مبروك علينا الحياة الأبدية.